نعم. أستاذ راضي الطحطاوي الشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر. نسمع من حضرتك القصيدة القادمة، تفضل. عندنا قصيدة أحمد ومينا بتقول: أنت أحمد ولا مينا هي تفرق عند إيه؟ كلنا راكبين سفينة وحلمنا باصين عليه. لما واحد يبكي فينا كلنا بنمسح عينيه، مش بيفرق عند اسمك ولا دينك ايه يكون، مش بيفرق عند رسمك ولا شكلك اي لون، كلنا من جنس ادم اصلنا صلصال وطين. انت مصري زيك نبقى ليه متفرجين، كنت غربي او جنوبي او صعيدي سيناوي نوبي، خير بلدنا دي علينا ونفس توبك هو توبي. انت احمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ اللي خالق رب واحد هو رازق للجميع، قلبنا لو يبقى جاحد نلقى كل الخير يضيع. الحياة فيها اختلاف والبشر متنوعين، بالتسامح وائتلاف نلقى نور الله معين. قلبك انت يكون عليا وحضني ليك مليان عمار، بين ايديك وبين ايديا تطلع الشمس بنهار. انت احمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ اسالوا نكش الزمان واللي ناس يفكروه، ده الوطن حضن الامان ليه ناس بتعكروه. انت احمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ بص شوف اجواس ومدنا بالسلام تهتف تنادي، الصليب وهلال في ايدنا هي دي صورة بلادي. شوف كنيسة حضن جامع، مصر واحد حضن واحد في الحضان، مصر نورها بحب لامع في البيوت وفي الغيطان. انت احمد ولا مينا هي تفرق عند ايه؟ هي تفرق عند ايه؟ الله الله، رسالة إيجابية من محافظة سوهاج من عضو اتحاد كتاب مصر الشاعر الأستاذ راضي الطحطاوي. بنشكر حضرتك، وكل لقاءات أخرى نسعد بها مع حضرتك دايما. شكرا لسعادتك يا محمد، كل فريق عمل البرنامج وكل السادة المشاهدين. شكرا استاذ عبد الله، وشكرا ايضا استاذ مره اخرى حضرتك. شكرا استاذ راضي. اذا اعزائي المشاهدين، يعني زي ما تابعنا وشفنا الصوت الجميل الرائع والكلمات الطيبه اللي امتعنا بها الاستاذ راضي سواء بالفصحى او بالعاميه. طبعا كلنا